السلام عليكم. أهلا بحضراتكم في ورشة المشاكل التصميمية. في الورشة دي يا شباب احنا بنتكلم على بعض المشاكل اللي بنقابلها كمهندسين تصميم إنشائي. الكورس بتاعنا يا باشمهندسين مقسم لأربع أجزاء. الجزء الأول هو مشاكل إنشائية، بنقدر إن إحنا نتكلم فيه عن بعض المشاكل اللي بتقابلنا زي تصميم الأعمدة، زي مشاكل الدريفت، زي السكيلينج بتاع الزلازل، زي حساب السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيديتي، سواء حسابات كمان البانشنج والديفليكشن والسويل ستريسز. بعض المشاكل اللي بتقابلنا كمهندسين تصميم. تاني جزء في الورشة بنتكلم فيه على بعض المشاكل اللي بتقابلنا أثناء الموديلنج. أول حاجة، إزاي يا باشمهندس في الجزء الخاص بالموديلنج، إزاي أقدر إن أنا أتعامل مع الإيرورز، إزاي أتعامل مع الورنينج، إزاي كمان أصدر أو آخد أي لود كومباينيشن موجودة في أي موديل من إلى موديل تاني. ده الجزء التاني. الجزء التالت هي بعض المشاكل المنطقية شوية. إيه يا باشمهندس اللي يأكد لحضرتك إن الموديل بتاعك صحيح؟ إزاي أقدر أتأكد إن البيز شير أرقامه منطقية؟ إزاي أتأكد إن أرقام أو أحمال الأعمدة أرقام منطقية؟ إزاي أتأكد إن الإجادات على التربة أرقام منطقية؟ إزاي أتأكد إن شكل العزم شكل منطقي؟ كل ده يا باشمهندس هيديك إنديكيشن هل الموديل بتاعك مظبوط ولا لأ؟ بعد ال3 أجزاء دول يا باشمهندسين اتكلمنا على مشروع. أحد المشاريع اللي كان فيه أكتر من مشكلة، سواء إن كان فيه مشكلة إن البلان نفسه مايل، كان عنده مشكلة فيه إزاي أقدر إن أنا أعمل DXF في المشروع مكون من أكتر من جزء مع وجود فواصل، إزاي أتعامل مع الstructure separation وإزاي أقارنها طبقًا للكود، كمان إزاي أتعامل مع الرفد. ده يا باشمهندسين كان المحتوى باختصار لورشة المشاكل التصميمية structure design tips and tricks.